السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا اليوم في جولة والله ما راح أنساها. هذه الجولة لمزرعة رزات السلطانية بعد زيارة مولاي جلالة السلطان لمزرعة رزات، وشفنا الصورة الجميلة وهو غرس شجرة اللبان قبل 6 سنوات. تم فتح هذه المزرعة بأوامر مولاي جلالة السلطان للناس. اليوم أنا وأنت والجميع وكل زوار محافظة ظفار يقدروا يزوروا مزرعة رزات السلطانية. ياخذوك في باص، اوقات يكون باص مغلق، باص مكشوف، ياخذوك جولة في المزرعة والتعرف على المزرعة والأشجار والحيوانات اللي موجودة في المزرعة، ومن ثم يجيبونك مكان جميل. وين ذا المكان؟ تعالوا معي. بعد الجولة الكبيرة اللي أخذناها شفنا أشجار الموز، أشجار النارجيل، أشجار الففاي، جابونا لمنطقة رائعة جدا. هذه المنطقة هني تبدأ المتعة الحقيقية. وصلنا للمنطقة التكاملية. هذه المنطقة فيها كل الفعاليات اللي بتحبها أنت وأسرتك وأطفالك، وأولهم ركوب هذه العربة اللي تجرها الخيول. احنا هذه العربة كنا نشوفها بالمقاطع والفيديوهات والحفلات الرسمية، بس اليوم أنت وعيالك بتركب هذه العربة. يا حي 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 يا حي، وين أركب؟ قول لي وين أركب؟ قدام عندك؟ ايوه. اي والله. الله 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 يا جماعه، الله الله الله. ايش من جوله هذه؟ ايش من جوله هذه؟ ايش من جوله هذه يا جماعه؟ يا الله، شاهدوا الجمال هذا. احنا في المنطقه التكامليه، بعدين بندخل هناك بنعرف ايش اللي موجود هناك، ولكن اولا حاجه تتمشى في هالعربة الطيبة هذا مع هالريال الطيب، الله يعطيكم الصحة والعافية. بعدين بنروح لداخل هناك نتعرف ايش اللي موجود. ما شاء الله تبارك الله، جو حلو، جو خريفي، براد، وحصان ياخذك، حصان 2 مش حصان واحد. في المتعة يا جماعة. لا بعد نسوق الحصان، نسوق الحصان يصير كذا نقول يعني أنا الفارس، قود الحصان. ايوه نقود، نسوق. الله عليكم، الله عليكم، الله عليكم، الله عليكم، الله. انت قود الحصان، انا بغني لك. اللي بحبه، اللي بحبه بعد عني وروح، وصفه وقالوا مكانه في السعادة. ايش رايك بصوتي؟ صوتك حلو. لا لا تجامل، فنان. هذا اللي يعطونا احنا امل ان نكمل. في شيء مهم راح ينقص من عمرك، انك ما تزور مزرعة رزات السلطانية. هذه المزرعة حقيقة يا الله اللي شافته عيني اليوم شيء كان ودي اشوفه من سنين، من سنين كان ودي اشوفه. الان تبدأ جولتنا الثانية للمكان اللي داخل. تتوقعوا ايش راح تشوفوا في هذا المكان داخل؟ تعالوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هذا الشتلات، النخيليات، نخلة التمر، النارجيل، نخيل واشنطونيا، نخيل السايكس المتقزم، نخيل ملكي. الله، هني تشوف يمينك ويسارك هني النباتات المحلية، هني اللبان، اسغوت، ايرير، باوباب، باوباب. الله يا جماعة، اسماء في اسماء. عندكم هني الاشوكا، عندكم هني كوديوم كرتون. ايش هالشتلات وايش هالوجوه الطيبة. الله يسعدكم. الله يا جماعة، الله. وردة جلالة السلطان هيثم. عندكم هنا ايضا وردة جلالة السلطان قابوس. وهنا عندكم وردة السيدة الجليلة سيدة عهد. يا الله على المكان، يا الله على المكان يا جماعة. وتتوفر لدينا مجموعة متنوعة من الشتلات للبيع، يعني أنت تختار إيش شتلة تبغى تقدر تشتريها. من ضمن الجولة لما تدخل لهذا المكان تقدر تاكل الفاكهة، تقدر تاكل الآيس كريم. الفاكهة اللي من هنا من مزرعة أرزات. شوفوا العالم خلفي كلهم قاعدين ياخذوا الفاكهة والآيس كريم ويستمتعوا بالجلسة في هذا المكان. السالفة مبنى الصالات التفاعلية اللي موجود في مزرعة رزات. هني مكان مخصص للحرفيين، السعفيات، الفخاريات، التحف الجميلة الرائعة
من إبداع المبدعين اللي يصنعوا الفخار واللي يصنعوا السعفيات، المجامر. هني إيش اللي بخاطرك من هالتحف الجميلة تقدر تاخذها من مبنى الصالات. وعاملين كذلك، شوف الإبداع، مبنى للمزارع الصغير وللبيطري الصغير. يعني معناتك أنت لما تشوف الحيوان تعيش تجربة، ولدك يعيش تجربة أن يكون بيطري يعالج الحيوان، ولدك يعيش تجربة أن يكون مزارع. فمعناته اليوم حقيقة مزرعة أرزات السلطانية وإدارة هذه المزرعة، الأطفال ما قالوا لهم يلا شوفوا وروحوا، لا، شوفوا واستمتعوا مارسوا المهنة اللي يشتغلوا فيها المزارعين ومربي الحيوان في مزرعة أرزات. الله يسلمكم منطقة بيع شقوه الأطفال، في كل قفص موجود طير، موجود حيوان، فهني كلها أقفاص موجود فيها طيور، والشتلات أيضا حولك، وأنت تتمشى ما بين هذه الأقفاص وما بين هذه الشتلات ووسط هذا الطبيعة الخلابة وهذا الجمال. وحبيت عملية الرذاذ اللي عاملينه الوقت لما شوي يكون في شمس، هذا الرذاذ يعيشك أن الخريف موجود وين ما كنت. الله على الشباب هني يجوا الأطفال معاهم ويخلونهم هم اللي يزرعوا الشتلات. أنستوا؟ كلتوا فاكهة؟ كلتوا آيس كريم؟ والحين شوفوا الأرانب. هذا الأرانب، يلا من فيكم يبغى أرنب؟ تبغوا أرنب؟ هذا الأرانب الأهالي يجوا يستمتعوا بشاة الأرانب. في منطقة ألعاب للأطفال، بغوا الأطفال يلعبوا يستانسوا، حتى المنطقة عاملينها منطقة سيفتي، يعني كل شيء مراعينه في هذه المنطقة. استمتع بهالجمال في هالمكان. يا الله يا الجمال، يا الله يا الجمال، يا الله على جمال المكان. ايش هالزحمة على هالمشروع اللي بخلفي؟ أنا وين وهذا مشروع ايش؟ الزحمة اللي قاعد تشوفونها حقيقة هذا على مشروع الشباب العماني المميز، مشروع مولو، اللي عندهم أكثر من فرع في مدينة صلالة. هذا فرعهم اللي موجود في مزرعة أرزات السلطانية. يا الله يا جماعة، أنا بتكلم عن إيش؟ هل بتكلم عن جمال مزرعة أرزات السلطانية اللي حفظ الله مولانا جلالة السلطان بعد زيارته لمزرعة أرزات فتحها للناس، قال تفضلوا استمتعوا بجمال هذه المزرعة. وأصبحوا الآن السواح من كل دول العالم، من عمان ومن كل دول العالم، يأتوا لمشاهدة مزرعة أرزات السلطانية في مدينة صلالة. من ضمن الفعاليات اللي يتجولوا فيه الناس في مزرعة أرزات السلطانية يوجد مشروع الشباب العماني، مشروع أنا ودي أصور بس ناس عالم موجود، مشروع مولو. يا الله يا جمال المكان، ويا الله يا مولو، الله على جمال المكان والقعدات والمكان اللي يفتح النفس تتمشى. وحاطين لك ايضا المراوح هذه اللي تطلع لك رذاذ. يا جماعه مشروع حقيقه عطوه افضل موقع في أرزات. مشروب كاملتشينو، الحليب ياتي من قيرون، هذا منتج قيرون، منتج محلي من الجمال اللي موجودة في مدينة صلالة. شوفوا أنتم بعد نجاح هذا المشروع وهذا المشروع المميز محليا وعالميا، شوفوا كمية الحليب اللي راح تؤخذ من مربي الإبل وتستخدم في هذا المشروع. شكرا للشباب العماني المبدع اللي فكروا حقيقة في هذا المشروب، وشكرا من القلب لمن بارك لهذا المشروب، وأصبح الآن مشروب موجود في مشروع مولو في مزرعة أرزات. وأنا أطلب من أصحاب هذا المشروع بأن هذا المشروب يتوزع في كل الكافيهات التابعة لمولو، وأتمنى أن يكون متوفر في كل عمان ومن عمان للعالم بإذن الله باسم كاملتشينو، المنتج العماني المحلي. وبعد ما تطلعوا من مشروع مولو والمشروع المميز، في عندنا ركن تقطير اللبان في مزرعة أرزات، ضروري تمروا على هذا المكان. خليني بوريكم ايش اللي موجود فيه. هني تتعرفوا على تاريخ اللبان، وهني مولاي جلالة السلطان وهو يغرس بيديه الكريمتين شجرة اللبان في مزرعة أرزات السلطانية بصلالة. هني تعرفوا على أنواع
اللبان وعملية استخراج اللبان، ومن ثم أيضا تعرفوا على رحلة تقطير اللبان العماني، تقطير اللبان العماني، وتشاهدوا أمام عينكم عملية التقطير. حاولت أني أصور الركن اللي فيه البيع، ولكن زحمة الناس الكل يحاول أن يشتري. الآن بنرجع بالجولة الأخيرة اللي بدينا فيها، أنا ما صورتها، الحين بوريكم الجولة اللي درت فيها أنا للمزرعة كامل من بداية دخولنا إلين ما طلعنا. الأخ العزيز أحمد الرواس مشرف المسار السياحي بمزرعة أرزات السلطانية، الله يعطيكم الصحة والعافية. هذا الإبداع اللي قاعدين نشوفه، وهذا الشيء الجميل اللي حقيقة قاعدين تتحفوا فيه الزائر، بيض الله وجوهكم وما قصرتوا. مثلا أنا بعرف الزيارة من الساعة كم للساعة كم؟ الرحلة الأولى تبدأ الساعة 8:15، وعندنا رحلات إلى الساعة 3. إلى الساعة 3 آخر رحلة. نعم. إذا من 8:15 الصباح وتمتد الرحلات إلى الساعة 3 العصر. وطبعا اللي يسأل كيفية الدخول، كل الحجز عن طريق الأونلاين. طبعا الحافلات تكون بأحجام مختلفة على حسب عدد الزوار اللي يأتوا في كل جولة. الحين مرة ثانية رجعنا للحافلة ومع المرشد السياحي الجميل، وين ما تمشي يشرح لك الشجرة هذه، يشرح لك إيش اسمها، هذه المنطقة إيش أنواع الأشجار، إيش أنواع الفاكهة، إيش هني الحيوانات، إيش هني المعمل، إيش هني المكان البيطري. يا رجل شوف جمال المكان وإحنا نمشي، شوفوا جمال المكان وإحنا نمشي. يا رجل أنا وين؟ أنا بكل فخر واعتزاز في مزرعة أرزات السلطانية بمدينة صلالة. هذه العيادة البيطرية يا جماعة، مرة كل ما يخص الحيوانات اللي موجودة في المزرعة هذه عيادتهم. يقول لك هذه المنطقة منطقة تعقيم المركبات، أي سيارة تطلع أو تدخل لازم تمر على هذا المكان لتعقيم الإطارات. الله الله يا جماعة، الله يا جماعة، الله يا جماعة، الله. هذا المدخل الرئيسي لمزرعة أرزات السلطانية. الله يا جماعة، شاهدوا الفخامة، شاهدوا الجمال. الله الله، لا تطلعوني شيمة يا المرشد، خلوني هني لا تطلعوني. طبعا في مسار في البداية أنا ما صورته، هو المسار اللي ياخذوك تمر على الأشجار وتمر على حيوانات وتمر على أشجار الباباي والموز. أنا ما صورتها، صورت لكم من نص الرحلة إلى نهايتها. وصلنا معاكم لختام جولتنا بمزرعة أرزات السلطانية بمدينة صلالة.